ايه ده؟ ايه الطعابه والحلاوه دي؟ اقسم بالله ايه الاكل ده يا جماعه؟ وحد يجاوب ده ايه ده؟ دي زبده؟ لا مش زبده، لا اقسم بالله مش زبده، عشان اكلت الزبده في اعدادي وفاكر طعمها كويس. طب ايه مثلا؟ يعني ايه؟ مكه؟ مكه؟ لا مش مكه، مش مكه، عشان المكه خضروات. ويرى انه شرف ليه كبير قوي ان يبقى في خدمه النبي عليه الصلاه والسلام، وان ربنا اختاره لصحبه النبي. ده انا واجب عليا اعمل كل حاجه احلى حاجه. انفض الضرع، فقعد ينفضه كده من التراب ومن الوبر اللي حواليه، ثم حلب. فابو بكر الصديق بيقول ايه؟ فاخذت هذا اللبن وكان معي اداوه لوضوء النبي عليه الصلاه والسلام. اداوه يعني ازازه ميه. فاخذت ورسول الله نائم اسكب من هذه الاداوه على اللبن حتى برد اسفله. اللبن نازل بدرجه حراره جسم المعزه، فالطبيعي ان هو يبقى دافي شويه، هو عايز يسقعه للنبي، الدنيا حر. فقعد يصب ميه كده. بص الاتقان والاحسان وحبي لصاحبي واهتمامي انه لما يجي يشرب اللبن ينزل كده بردا وسلاما كده والدنيا حر. فكر في ايه؟ فين نفسك؟ لا انا نفسي هي النبي عليه الصلاه والسلام، هو اغلى عليا من نفسي. قعد يصب يصب حتى برد اسفل اللبن، فايقظ النبي وشرب النبي عليه الصلاه والسلام. والكلمه اللي انت عارفها بقى، يقول فشرب النبي حتى رضيت. فضل النبي يشرب يشرب لغايه ما انا قلت الحمد لله شبعت. شبعت. مش هو اللي شبع، انا اللي شبعت لما حبيبي وصاحبي النبي عليه الصلاه والسلام حسيت كده ان شربة اللبن دي كانت بردا وسلاما وشبع النبي، فانا كنت راضي. راضي عن ايه؟ راضي عن صحبتي، وراضي عن ان انا بحاول ما اقصرش مع حبيبي، وراضي ان ربنا اكرمني بلحظه زي دي لدرجه ان ده شغلني ان انا عطشان، انا زي الفل، انا كده، انا تمام كده. وتعدي الايام وهم بيسافروا مع بعض، ويخش سيدنا ابو بكر وسيدنا محمد المدينه، والانصار ما كانش عندهم تلفزيونات فعارفين شكل النبي عليه الصلاه والسلام. ففي اتنين جايين، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، فاخذ الناس يقولون ايهم هو ايهم هو. وكان سيدنا ابو بكر سابق النبي كده شويه، كانه ايه، عشان يجهز استقبال النبي. فافتكروا ابو بكر الصديق اللي ماشي قدام. فاذا بسيدنا ابو بكر الصديق لما حس بده، قام قلع بيته وضل على سيدنا رسول الله عشان يتعرف من السيد صلى الله عليه وسلم. فجريوا على النبي واستقبلوا النبي بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. حس ان وجب الشكر علينا دي حال سيدنا ابو بكر الصديق. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينه، مرحبا يا خير داع. ودخل سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. بس استنى، بنحكي قصه عبد الله بن عثمان. دخل بصحبه ثاني اثنين كان في الاسلام، ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين وهم داخلين المدينة. كلمة عجيبة جدا، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. انت ممكن يجي في بالك ان دي مبالغة، فتقول له مش للدرجات دي يعني. خد بالك انت بتكلم سيدنا ابو بكر، دول ما كانش عندهم مبالغات. سيبك احنا ممكن نبالغ، فاحنا حتى نقول لبعض انت بتأفور قوي في مشاعرك. ده احنا غلابة لسه بنتعلم. الأسوياء الكبار دول هو بيقول اللي جواه. هو النبي فضل يشرب اللبن ده لغاية ما أنا شبعت. ولو أنت مش قادر تفهم الإحساس ده، دي معاني ذوقية. يعني إيه معاني ذوقية؟ يعني أنا معرفش أوصف لك هي طعم المانجا إيه. هي مسكرة حلوة، بس الشوكولاتة مثلا بالنسبة للمانجا هي أحلى، ولا مثلا الكراميل؟ شوف حاجات لازم حد يدوقها عشان يعرف يوصفها لك. اسمها تذوقات. المعاني كده ما تتوصفش، لازم تدوقها. فاللي عاش مع النبي وحب النبي عليه الصلاة والسلام بنفس حب أبو بكر سيدنا رسول الله، هو اللي يعرف يوصف لنا يعني إيه فشرب النبي حتى رضيت. بس إحنا شفنا المعنى ده، شفنا المعنى ده في أب وأم بياخدوا اللقمة من بقهم عشان يأكلوا عيالهم. لما عيالهم ياكلوا تلاقي الأب والأم قاعدين كده كأنهم لسه خارجين من المطعم. حضرتك ما اكلتش؟ ما اكلتش، بس عيالي شبعوا. شفناها.
في بني آدم بيتفانى في رزقه وفي لقمة عيشه وعنده ولاء للشركة بتاعته، فيخلص البضاعة اللي بيسلمها ويسلمها للعميل ويبقى حاسس كده إيه إنه عمل انتصار كبير. هو أنت صاحب الشركة؟ لا، أنا هقبض مرتبي، بس أنا بحب صاحب الشركة وبحب الشركة وبحب الرزق اللي ربنا هيبعته لي وحاسس بالانتماء. مشاعر تذوقية تحسسه إنه الدخل كله دخل في جيبه. هو على فكرة هيجي له مرتبه ولا العمولة بتاعته والبضاعة فلوسها كلها رايحة لصاحب الشركة اللي هو بيحبه أو بينتمي للكيان ده. وهو شفنا الكلام ده في الشهداء اللي بيضحوا عشان الأوطان. هو أنت ليه بتعمل كده؟ ليه شبعان رغم إن جسمك اتبهدل ووقتك وعمرك وفلوسك؟ أنا شبعان، شبعان بالمعنى. وده مش كلام لطيف مثالي بنصبر بيه بعض، والله دي الحاجة اللي الإنسان عايش بيها. لأن كتير من الأوقات الإنسان ممكن ياخد حاجات ملموسة ما فيهاش معنى قلبه يوجعه. يعني تقعد مع ناس يأكلوك ويشربوك وانت قاعد زيك زي الكرسي، تفتحش بقك، تقعد ما تفتح. طب ليه تقل مني كده يا أخي؟ ما تأكلنيش ولا تشربني، ناكلها بدقة واحنا قاعدين على الطبلية بس بكرامتنا يا أخي كده وانت بتحترمني. ده المعنى عندك أغلى من الأكل والشرب. طب انت تتجوزي واحد غني يصبحك كل يوم بعلقة ويهينك ويهين أهلك، ولا واحد بتكافحي انت وهو بس شايلك في عينيه ومش عارف يحب التراب اللي تمشي عليه والكلام بتاع المحبين ده؟ أي إنسان سوي يختار المعنى، مش يختار بس الأشياء الملموسة رغم إنها مهمة. سيدنا أبو بكر الصديق اللبن ما دخلش جواه، يعني هو ما شبعش، لا شبع. مين اللي قال؟ هو قال فشرب النبي حتى رضيت صلى الله عليه وسلم. يبقى رؤيته للنبي شبعان بتشبعه. ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. قال 4 من كن فيه كان خيار عباد الله. انت من اخير عباد الله ولو فيك ال4 صفات دول: من فرح للتائب واستغفر للمذنب ودعا للمدين وأعان المحسن على إحسانه. 4 صفات تبقى من خيار عباد الله. من فرح للتائب، الإنسانية والرحمة، إن البني آدم ينفعل بقلبه ومشاعره للأحداث اللي في حياة الناس. ومن لم يهتم بأمرنا فليس منا. اللي مش حاسس بمعاناة الخلق هو مش واحد منهم، مش محسوب عليهم. وجزء كبير جدا جدا من قرب العبد من الله مرتبط بقلبه اللي على الخلق، لدرجة إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ربنا يقول له فلعلك باخع. باخع يعني قاتل، باخع يعني هتهلك قلبك، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني فلعلك باخع نفسك أسفا لأنهم لم يؤمنوا. ويقول لسيدنا محمد إيه؟ يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما تتحسرش عليهم يا محمد. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الأحاديث لما دخل على واحد من اليهود طفل علشان كان بيموت، فأبو الطفل ده نده النبي قال له تحضر موت الطفل ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه قال له يا بني قل لا إله إلا الله. فالولد نظر لأبوه كده، فالولد قال له أطع أبا القاسم. أيوه. فقال لا إله إلا الله. فخرج النبي يبكي ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي، حمد لله رب العالمين. فكأني لما تسمع كلام سيدنا أبو بكر الصديق شفت واحد كان بعيد عن ربنا وتاب. الطبيعي إن الإنسان يفرح لأن كان في واحد بعيد ورجع للأمان، باب ربنا الأمان. وننساله كل تاريخ الوحاشة وكل تاريخ المعاصي، لأن أنا وإنت معرضين، بل أنا وإنت ممكن يكون مخفي عن الناس الوحاشة اللي هو مشهور بيها ولا الذنب اللي هو مشهور بيه. الفرحة للتائب. وأقول لك بقى على سر، ولا مش سر ولا حاجة، مش ربنا بيفرح بالتائب؟ فأنت لما بتفرح للتائب أنت بتبقى على مراد الله، لأن الله يفرح بعودة التائب. فإذا فرحت كنت على مراد الله، كنت عبدا ربانيا. حاجة تانية من فرح للتائب قال واستغفر للمذنب. بدل ما أبص على المذنب كده وادعي الفضيلة أقول إزاي بيعملوا كده، إزاي ربنا موسع عليه ويعمل كده، وكأني مستغرب بسبب الفضيلة اللي جوايا فأبقى عندي اشمئزاز من المذنب. لا يا سيدي،
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أيوة، ما هو ده حضرتك ده دعاء سيدنا نوح اللي كان بيستغفر لخلق الله الأنبياء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما هو ده سيدنا إبراهيم دعوته في سورة سيدنا إبراهيم. فالطبيعي إن الإنسان يكون من ضمن استغفاراته يستغفر لنفسه ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لحبايبه المقربين، مش عشان احنا شايفين الناس بتعصي وده حكمنا على الخلق، لأن كل ابن آدم خطاء، فكلنا محتاجين كلنا نستغفر لبعض. يبقى 4 من كنا فيه كان خيار عباد الله: من فرح للتائب واستغفر للمذنب ودعا للمدين. جزء من دعواتك إن ربنا يسد دين اللي عليه دين، لأن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. هم يخلي الواحد ما يعرفش ينام، وذل لما الديانة تبقى بتجري وراه في كل حتة، تخبط عليه في كل حتة. فتدعي إن ربنا يسد ديونك وديون غيرك. وعلى فكرة لما تدعي إن ربنا يسد ديونك وديون غيرك، ربنا هيوفقك إنك أنت تسد ديون غيرك، هيوسع عليك ويجعلك سببا في رفع وكشف الكرب عن الناس. وكل ما تكشف كرب عن الناس، من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تبدأ بالدعاء إن ربنا يسد دين كل مدين. قال وأعان المحسن على إحسانه. الله على الأخيرة دي أفكرك الأول: من فرح للتائب، استغفر للمذنب، دعا للمدين. الرابعة: أنت راجل طيب، أعان المحسن على إحسانه. أنا أبقى مجرم لو استبحت واستغليت طيبتك دي ودوست عليك. تعرف أنت هتروح بعد الطيبة واللطافة والكرم ده يبقى عندك تردد وشك في إن الأخلاق بتعيش الإنسان سعيد. في تعابير كده قاسي جدا يقولك الكفران بالأخلاق. يعني إيه الكفران؟ كفر عكس الإيمان. الإيمان بالشيء يعني تصديقه. أنا مؤمن أن الصدق نجاة، لأن النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. فلما صدقتك القول قلت لي شكرا إنك أنت كنت صادق معايا. واحد تاني لما أنا صدقت القول ندمني إن أنا كنت صادق. الطيبة بتخلي الإنسان باله مستريح ورحيم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أنت كنت طيب، أنا استغليتك وخليتك تربط ما بين الطيبة والإهانة. كل ما تبقى طيب معايا أهينك. فأنت رجعت بيتك قلت إيه ده؟ أنا آن الأوان إن أنا أي حد يضايقني أفرمه. عارف بيبدأ الكلام بقى يطلع بره الطيبة. أنا لم أعينك على إحسانك، بل أقول لك لما أنت تعاملت معايا أنا سلبت منك كلمة طيبة والنظرة الرحيمة والجدعنة في الفلوس والجدعنة والسند لما احتاج لك، بسبب إن أنا كنت ناكر للجميل. عكس بقى صاحبنا اللي عنده تقدير، اللي لما يشوف منك موقف طيب يحسسك إن أنت الجنة في الدنيا دي. شوف منك جدعنة يقعد يشكر فيك لغاية ما يشبعك شكرانية وتقدير لفعلك. وكما قال سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية، أي تحية، أي إكرام، أي جدعنة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وأقل حاجة أو ردوها، حتى تشجع الشخص اللي حياك، سواء تحية سلام عليكم صباح الخير أيا كان، أو حياك بأي عطاء. فبيقول لك بقى سيدنا أبو بكر الصديق إيه؟ 4 من كنا فيه كان خيار عباد الله: من فرح للتائب، استغفر المذنب، دعا للمدين، وأعان المحسن على إحسانه. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من أجل صفات الأسوياء اللي تتعلمها من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه صفة الإخلاص. الإخلاص ده معنى تحس إنه مش ممسوك كده أو مش مفهوم. اللي هو إيه المقصود يعني؟ الإخلاص كلمتين: انتفاء الغرض. الغرض يعني المصلحة، وانتفاء يعني مش موجودة. أنت بتعمل كده ليه؟ عشان ربنا يرضى. طب أنت بتعمل معايا كده ليه؟ عشان حاسس أنت محتاج الموضوع ده. أيوة، وبعدين بس خلاص. اللي مخلص لربنا ابتغاء وجه الله، دي حاجة ربنا بيحبها هعملها. تعرف أجرها؟ ما أعرفش، بس ربنا بيحب الموضوع ده. يعني تعرف عدد الحسنات اللي فيها؟ مش عارف، بس عرفت إن ربنا سبحانه وتعالى خلق في قلبي في الفطرة إنه بيحب الموضوع ده. على فكرة ناس كتير بتعمل أعمال صالحة وهي مش بيفكر إيه اللي يحصل له بعد كده، لأنه عارف إن ده يرضي ضميره، وعارف إن ده ربنا يرضى عنه. هعمل كده. لما يعرف أجر الإنفاق ده ولا الجدعنة دي ولا التضحية دي ولا التسامح ده، يقول اللهم لك الحمد. بس هو عمله ابتغاء وجه الله، ده اسمه الإخلاص. والإخلاص في الصداقة اللي شفناه من سيدنا أبو بكر الصديق مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة إن ربنا سماه صاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وربنا سماه الصادق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللي صدق بالنبي وسيدنا أبو بكر الصديق. فكان بيعمل مواقف مع سيدنا محمد. بتعمل كده ليه؟ عشان ده سيدنا محمد، ده يريح سيدنا محمد، ده يسعد سيدنا محمد، ده يعين سيدنا محمد. فكان موجود على طول. الإنسان اللي موجود كده، ولو